السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. شاهد فنانات السينما المصرية المتميزين بأخلاقهم. الفنانة عبلة كامل، اسم لا يخطئه الكثيرون، وموهبة مصرية نادرة. استطاعت في سنوات قليلة أن تحصل على التقدير الأدبي من النقاد وصناع السينما، وذلك بجانب التقدير المعنوي المتمثل في حب جارف. والغريب والمدهش أنها على الرغم من غيابها على الساحة فإن حب وتعلق الجمهور بها يزداد، والمطالبات بتكريمها لا تنقطع. الفنانة حنان ترك. تعد الفنانة حنان ترك من أجمل الممثلات التي منذ دخلن عالم الفن والتمثيل، وهن مثال للجمال والرقي، فقد استطاعت بكل بساطة أن تصل لقلوب الناس فأحبها الجميع من مختلف الأعمار. الفنانة حنان مطاوع هي ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي. تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء، وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة. الفنانة الجميلة نورهان إبراهيم شعيب. تاريخ الميلاد 15 يناير 1982، وعمرها 41 سنة، حاصلة على شهادة من كلية الآداب من جامعة الإسكندرية. الفنانة ماجدة زكي هي شقيقة الممثل ونقيب الفنانين المصريين أشرف زكي، المتزوج من الممثلة روجينا. تزوجت من الممثل كمال أبو ريا وأنجب 3 أبناء، هما أحمد كمال وحبيبة كمال، إلى أنهما انفصلا في عام 2014. المطربة نداء شرارة تميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب طول فترة المسابقة، وقد لاقت الكثير من الانتقادات لسبب غنائها بالحجاب. حتى بعد فوزها باللقب تلقت عرضا من أحد رجال الأعمال بدعمها فنيا بشكل كامل بشرط الاستمرار بارتداء الحجاب. الفنانة ياسمين عبد العزيز. وتتميز ياسمين عبد العزيز بإطلالاتها الأنيقة والمتميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها. وتعتمد ياسمين عبد العزيز أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها. الفنانة هبة مجدي، فنانة مصرية شابة. ولدت هبة مجدي عبد المنعم في 28 يوليو من عام 1988 بمدينة القاهرة. كانت منذ طفولتها محبة للفنون، وبعمر 5 سنوات بدأت بتعلم رقص الباليه. تخرجت من كلية الآداب جامعة عين شمس قسم نقد مسرحي، وأيضا درست في معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون. الفنانة ريهام عبد الغفور. تاريخ الميلاد 6 سبتمبر 1978، العمر 45 سنة. تخرجت من كلية التجارة قسم لغة إنجليزية. الفنانة عفاف شعيب. تاريخ الميلاد 2 نوفمبر عام 1948، وتبلغ من العمر الآن 75 سنة في كفر الدوار. درست في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1972. الفنانة جيهان نصر، ممثلة مصرية. تاريخ الميلاد 4 مايو عام 1972، وتبلغ من العمر الآن 51 سنة، حاصلة على بكالوريوس رياض أطفال. الفنانة سهير البابلي، ممثلة مصرية. تميزت في إتقان اللون الكوميدي وكذلك الدرامي في الأعمال الفنية والسينمائية والمسرحية. تاريخ الميلاد 14 فبراير عام 1937، وتاريخ الوفاة 1 نوفمبر عام 2021. الفنانة والمطربة المصرية شادية. تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما. تاريخ الميلاد 8 فبراير عام 1931، وتاريخ الوفاة
28 فبراير عام 2017. الفنانة المصرية آثار الحكيم، تاريخ الميلاد 24 أغسطس عام 1958، وتبلغ من العمر الآن 65 سنة. حازت على درجة الليسانس في اللغة الإنجليزية من كلية الآداب جامعة عين شمس. الفنانة سمية الألفي، من مواليد الشرقية، حاصلة على شهادة الليسانس من كلية الآداب في علم الاجتماع من جامعة القاهرة، وزوجها الفنان فاروق الفيشاوي، تاريخ الميلاد 23 يوليو عام 1953، وعمرها الآن 70 سنة. الفنانة المصرية فايزة كمال، تاريخ الميلاد 23 سبتمبر عام 1962، وتاريخ الوفاة 26 مايو عام 2014. ولدت في دولة الكويت في عام 1960، وعاشت فيها لسنوات طويلة من حياتها، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية. الفنانة إيمان العاصي، تاريخ الميلاد 28 أغسطس عام 1985، وتبلغ من العمر الآن 38 سنة. درست إدارة الأعمال في الجامعة، وبدأت العمل في المجال الفني بعد ترشيح خالد بهجت إياها. الفنانة بدرية طلبة، ممثلة مصرية، ولدت في 28 إبريل عام 1971، وتبلغ من العمر الآن 52 سنة. الفنانة دنيا سمير غانم، ممثلة ومغنية مصرية، مواليد محافظة القاهرة، تاريخ الميلاد 1 يناير عام 1985، العمر 38 سنة، وزوجها رامي رضوان. الفنانة نرمين الفقي، مواليد 21 يونيو عام 1972، وتبلغ من العمر الآن 51 سنة. بدأت في مجال الإعلانات في بداية التسعينات كممثلة إعلان، ثم في مجال التمثيل التلفزيوني والمسرحي والسينمائي. نشكركم على حسن المتابعة. استنوني في فيديو جديد على قناة مشوار العمر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.